السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة على قناتكم صوت الأهلي، هنتكلم فيها عن كل أخبار النادي الأهلي وما يدور في الساحة الكروية. يلا بينا نبدأ الحلقة، يلا بينا. أهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية هنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة إنبي اللي هتقام غدا على ملعب استاد القاهرة الساعة 9 إن شاء الله، في الجولة قبل الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة الدوري العام. النادي الأهلي اتمرن امبارح بعد مباراة زد بدون راحة، اللي قدر يحافظ فيها على سلسلة الفوز المتتالية وحقق فيها الفوز رقم 21. كابتن سامي قمصان اتكلم مع اللعيبه الناشئين وقال لهم لازم يسدوا ودانهم عن الكلام اللي بيتقال في الاعلام، وانهم لعيبه كبار وقدموا كل ما عليهم وظهروا بمستوى كويس جدا. هم فعلا ظهروا بمستوى كويس جدا، ولكن كابتن سامي عايزهم يخرجوا كل اللي عندهم، مش عايزهم يتاثروا بالكلام ده ويعتمدوا ان هم كده عملوا ماتش كبير وان بالنسبه لهم هو ده نهايه المطاف. لا، هو عايزهم يكملوا ويوصلوا للجهاز الفني للنادي الاهلي ان هم قادرين ان هم يستمروا مع النادي الاهلي، ومن حقهم ان هم ياخدوا فرصه. ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر بكره يكسب انبي ويحقق الانتصار رقم 22 ويحافظ على سلسله الفوز المتتالي، وباذن الله ينهي الدوري بالفوز رقم 23. بالنسبه لموضوع محمد عبد المنعم ونادي نيس الفرنسي اللي الناس بتتكلم عليه وبتقول ان الصفقه فشلت، الصفقه ما فشلتش ولا حاجه. القصه كلها ان انا زي ما قلت لك قبل كده، الموضوع في المفاوضات بياخد وقت، وان كل نادي بيحاول يطلع باكبر مكاسب من الصفقه. النادي الاهلي ليه شروط، ونادي نيس يا يوافق على الشروط دي يا ما يوافقش. من البدايه قلنا ان محمد عبد المنعم متمسك جدا بفرصه الاحتراف في نادي نيس الفرنسي، لانه شايف انه هيبقى بوابه كويسه جدا لاحترافه في اوروبا في نادي اكبر من كده، وان يقدر يحقق حلمه ويحقق طموحه بان هو يتواجد في اوروبا بين الكبار. وهل النادي الاهلي ممتنع عن ده، او النادي الاهلي بيحاول ان هو يقضي على حلم محمد عبد المنعم؟ اطلاقا، لان النادي الاهلي دايما ما بيقفش قدام مستقبل ولاده. ولينا عبره في رمضان صبحي واحمد حجازي لما طلبوا الاحتراف في عز ما كان النادي الاهلي محتاجهم ساعتها، لكن ما وقفش قدامهم ووافق على ان هم يخرجوا. وفي الاخر اللعيبه هي اللي ندمت، اللعيبه هي اللي كانت بتتمنى ان هي تكمل وقت اطول في النادي الاهلي. لكن ده مش موضوعنا، خلينا نتكلم في موضوع محمد عبد المنعم واخر المستجدات بتاعه الموضوع، ووصل الموضوع لحد فين. النادي الاهلي اخر كلام وصل فيه مع نادي نيس الفرنسي، واخر عرضوا على نادي نيس الفرنسي، او اخر كلام اتكلموا فيه مع نادي نيس الفرنسي ان النادي الاهلي ممكن الكلام ده النهارده نادي نيس الفرنسي كان اخر حاجه عرضها على النادي الاهلي 4 مليون دولار او 4 مليون يورو، مع مليون يورو امتيازات، مع 10% نسبه اعاده بيع من محمد عبد المنعم. رد النادي الاهلي عليهم وقال لهم ان اخر عرض بالنسبه له اللي بعته لهم المره اللي فاتت، اللي هو ايه؟ ان النادي الاهلي ممكن يحصل على 4 مليون يورو ومليون يورو امتيازات، ولكن نسبه اعاده البيع لا تقل عن 25%. النادي الاهلي منتظر رد نيس على العرض بتاع النادي الاهلي ده، او اخر كلام النادي الاهلي بلغه بنيس الفرنسي. هل نادي نيس هيرضخ لعرض النادي الاهلي او لكلام النادي الاهلي؟ هنشوف في الايام اللي جايه. ولكن انا بقول لك لو نادي نيس وافق على ان يدي النادي الاهلي 20% من اعاده البيع، النادي الاهلي هيخلص ومش هيقف في طريق محمد عبد المنعم. لان محمد عبد المنعم انا في اعتقادي الشخصي لو قعد مش هتقدر تستفيد بيه، ومحمد عبد المنعم مركز في الاحتراف. فمن الافضل ان النادي الاهلي يوافق على رحيل محمد عبد المنعم ب 4 مليون يورو ومليون امتيازات و20% اعاده بيع، وان شاء الله باذن الله الصفقه هتتم. هننتقل لموضوع تاني، وهو موضوع بديل كابتن خالد الجوادي او الدكتور خالد الجوادي. خالد الجوادي يمكن اتكلمنا عليه في الفتره اللي فاتت، وقلنا ان مجلس اداره النادي الاهلي لسه ما توصلش القرار، وان هم رموا الكوره، او كابتن محمود الخطيب رمى الكوره في ملعب مارسيل كولر. ولكن يبدو ان القرار نهائي باستبعاد خالد الجوادي، لان من مصدر موثوق منه قدرت ان انا اوصل النهارده او اعرف النهارده بان النادي الاهلي فعلا اجرى مقابلات او عمل انترفيو لبعض المترجمين اللي بيتواصلوا او بيتكلموا اللغه الالمانيه، ويقدروا ان هم يشتغلوا في الجو
الضغوط اللي بيشتغل فيه النادي الاهلي، او ان هم يقدروا يوصلوا كل ما يدور في فكر في فكر مارسيل كولر، انا اسف، في فكر مارسيل كولر، او كل ما يقوم به مارسيل كولر وعايز يوصله للعيبه بالشكل اللي كان بيشتغل بيه خالد الجوادي وافضل شويه. لان لا ننكر ان مارسيل كولر يعني كان سعيد جدا بتواجد خالد الجوادي معاه، وكان شايف ان خالد الجوادي يعني من ضمن العوامل اللي نجحته مع النادي الاهلي خلال السنتين اللي فاتوا. ولكن لا اخفيك سرا يعني ان النادي الاهلي لما عرض على مارسيل كولر الفتره اللي فاتت، او في الاجتماع اللي فات، كابتن محمود الخطيب عرض على مارسيل كولر الحاجات التجاوزات اللي هم شايفينها ان مش هينفع خالد الجوادي يستمر بعد التجاوزات دي. ويمكن كان احد الصحفيين اتكلم ان خالد الجوادي اتخصم له في خلال الفتره اللي فاتت مرتين 30% من عقده، ودي معلومه انا ما اتحققتش منها بصراحه. دي معلومه انا ما اتحققتش منها، ولكن خلاص القرار متاخد فعلا ان خالد الجوادي مش موجود دلوقتي في الجهاز الفني. القرار اتاخد باقالته، وان النادي الاهلي فعلا توصل لاختيار 3 مترجمين او 2 مترجمين. هم دول بعد اجراء مقابلات كتير جدا مع بعض المترجمين، هم دول اللي تواصلوا معاهم، وهم دول اللي رسيوا عليهم، وهيتعرضوا على مارسيل كولر، ومارسيل كولر هيعمل مقابلات بنفسه معاهم عشان يختار منهم واحد ان شاء الله باذن الله يكمل المسيره بتاعته مع النادي الاهلي. نتمنى التوفيق لاي حد يجي مكان خالد الجوادي، ودايما زي ما بنقول ان النادي الاهلي ما بيقفش على حد. اذا كان بنتكلم على ان النادي الاهلي ما بيقفش على لعيب ولا مدرب ولا مسؤول، هيقف على مترجم. فمش عايزين الجماهير يبقى في انشقاق، وبعض الجماهير تقول لك لا كان لازم يكمل، ما كانش لازم يكمل. احنا متفقين على نقطه واحده، ان احنا بنشجع اي حد وبندعم اي حد لابس التيشيرت الاحمر او تحت المظله بتاعه النادي الاهلي. فكل التوفيق لاي حد يجي مكان كابتن خالد الجوادي او دكتور خالد الجوادي، وكل التوفيق للنادي الاهلي في الفتره الجايه. على صعيد كابتن خالد بيبو اللي بيرتبط ارتباط وثيق جدا بكابتن خالد الجوادي او بالجهاز الفني للنادي الاهلي، انا قلت لك في الاجتماع اللي فات بين مارسيل كولر وكابتن محمود الخطيب ان مارسيل كولر مصر اصرار كبير جدا على تغيير كابتن خالد بيبو. يمكن كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي كانوا مش مصممين، كانوا بيطرحوا فكره ان لازم نصبر على التجربه وان احنا بنحضر كوادر للنادي الاهلي. ولكن مارسيل كولر ما يهموش الموضوع ده، او ما يعني الموضوع عنده مش واخد حيز كبير جدا. مارسيل كولر بيفكر في نجاح منظومه النادي الاهلي او نجاحه مع الفريق الاول للنادي الاهلي. والنجاح ده هيجي منين؟ ان يكون الجهاز الفني كله على توافق، وان يكون مارسيل كولر نفسه مركز في شغله. لكن مارسيل كولر لما عرض بعض الاسباب المقنعه والمهمه جدا على كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، تقريبا المجلس تفهم الوضع وشاف ان الفتره اللي جايه لو مارسيل كولر اشتغل مع خالد بيبو ممكن ما يبقاش مركز بنسبه 100%، وده يأثر على مسيرته مع الفريق، ويأثر على مسيره الفريق نفسها في الموسم اللي جاي، وممكن كمان بطولات تضيع منك. فهل ان انت هتوافق ان انت تضيع بطوله او بطولتين او 3 او ايا كان لا قدر الله، يعني اللي الجمهور الاهلي مش هيقبل بيه عشان خاطر انت مصر على تكمله كابتن خالد بيبو؟ لا طبعا، لا طبعا، ده مش هيحصل. فعشان كده في قرار متاخد ان بتوجيه الشكر لكابتن خالد بيبو بعد مباراه مودرن فيوتشر او مودرن اللي هي المباراه الاخيره. وبالفعل مجلس اداره النادي الاهلي بيشوف الخيارات المطروحه. بعض الناس قالت لك مفيش اسماء مطروحه ولسه ما فكروش في حد، لكن انا باكد لك ان في اسماء مطروحه وهي اسماء مؤكده، وان الاتجاه رايح ناحيه كابتن وليد صلاح الدين، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد شوقي. يمكن اتطرح اسم كابتن وليد سليمان، ولكن هم شايفين ان كابتن وليد سليمان ما خدش لسه الفرصه كامله في ان هو يكون رئيس قطاع الناشئين او مدير قطاع الناشئين، فعايزين يسيبوا كابتن وليد سليمان يكمل في التجربه بتاعته للاخر، وبعد كده يقيموا التجربه بتاعته في قطاع الناشئين. لكن الاسماء المطروحه ايه، والنادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي هيختار مين، لسه قدامنا فرصه لحد اول سبتمبر عشان النادي الاهلي يطلع قرار ببديل كابتن خالد بيبو. ولكن البديل مش هيخرج عن ال3 اسماء اللي انا قلتهم لك: علاء ميهوب، وليد صلاح الدين، محمد شوقي. وان شاء الله باذن الله نتمنى كل التوفيق لاي حد موجود جوه الجهاز الفني او جوه منظومه النادي الاهلي، وباذن الله يكون بدايه خير الموسم الجديد، والنادي الاهلي يقدر يحقق كل البطولات اللي احنا هنشارك فيها. قصه زيزو اللي بعض الجماهير الزملكاويه مش قادره تصدق او مش قادره تنزل لارض الواقع وتحط في دماغها ان الموضوع حتمي وان ده واقع مفروض على مجلس اداره نادي الزمالك. ليه؟
لان لما بنتكلم في قصه رحيل زيزو وان الرحيل حتمي وان زيزو فعلا مش بيفكر في الرحيل، لا ده واخد قرار الرحيل، سواء هو سواء والده اللي هو في نفس الوقت وكيله. لكن بعض الاعلاميين الزملكاويه بيطلعوا يشككوا في الكلام وبيطلعوا يكلموا الجماهير. وانا قلت لك قبل كده ان الناس دي بتحاول تاخد بونت على حساب مجلس اداره نادي الزمالك عند الجماهير، وان يثبتوا ان احنا مصدر الاخبار السعيده ومصدر الاخبار الصحيحه بالنسبه لكم. طب تعالى نتكلم في موضوع زيزو بمنتهى الواقعيه، بعيد عن الاخبار والاجتهادات والانفرادات والحصريات والكلام ده. خلاص، احمد سيد زيزو معروض عليه من نادي نيوم السعودي، النادي اللي بيلعب في زي عندنا دوري المحترفين اللي هو دوري الدرجه الثالثه، دوري الدرجه الثانيه اللي تحت روشن. انا قلت لك قبل كده ان ده نادي استثماري، نادي شركه خاصه، ما عنده مشروع كبير جدا، عنده مشروع استثماري غير المشروع الرياضي. فالمشروع الرياضي هم شايفين ان السنه دي بيدعموا الفريق بشكل كبير جدا بنجوم زي احمد حجازي، زي كمان ان هم عارضين على محمد الشناوي وجايبين كمان نجوم من اوروبا. فهم شايفين في احتياجهم لاحمد سيد زيزو في الفتره دي، وان يكمل معاهم كمان ان شاء الله باذن الله لما يطلعوا دوري روشن. طب العرض اللي قدمه نادي نيوم لنادي الزمالك كام؟ نادي نيوم عارض على نادي الزمالك صافي 5 مليون دولار، وعارض على زيزو في 3 سنين 10 مليون دولار ونص. 10 مليون دولار ونص، امبارح قلت لك 9 مليون دولار، النهارده العرض اترفع ل 10 مليون دولار ونص، ونادي الزمالك 6 مليون دولار. خلاص، كان 9 و5 لنادي الزمالك، لا بقى 10 مليون ونص لزيزو و6 مليون دولار لنادي الزمالك. فهل زيزو هيرفض 3 مليون ونص، ما يوازي حوالي 180 دولار في الموسم، مقابل ان احنا سمعنا خبر بيقول ان ممدوح عباس ونادي الزمالك عايزين يدوا ترضيه لزيزو؟ ده بناء على مين؟ كلام طارق السيد. فهيدوا ترضيه لزيزو او بناء على كلام تقريبا احد الصحفيين، تقريبا احمد جلال او الخضري، حاجه زي كده. فهل زيزو هيقبل ان هو ياخد 100 دولار في 100 مليون دولار في 3 سنين، في مقابل ان هو يسيب 3 سنين في نيوم السعودي ب 10.5 مليون دولار؟ انا اسف، هياخد 100 مليون جنيه مصري، 100 مليون جنيه مصري في الزمالك، مقابل ان هو ياخد 180 مليون جنيه في موسم واحد في نادي نيوم السعودي. يعني بتتكلم على مدار ال3 مواسم، بتتكلم في حوالي 500 او 600 مليون جنيه. فما فيش نسبة وتناسب اصلا، الفرق كبير جدا بين ترضية نادي الزمالك وبين عرض نيوم السعودي. طب هل عرض نيوم السعودي هو الوحيد لاحمد سيد زيزو؟ لا طبعا. نادي العربي القطري اللي بقاله فترة كبيرة جدا لم يحرز بطولة الدوري القطري، تقريبا احرزها بعد غياب مش عارف كام سنة، ما عنديش، مش ملم طبعا بالدوري القطري قوي، ولكن النادي العربي القطري عنده نجوم زي المساكني فعايز، وعمر السومة، فعايز يعمل فريق قوي يقدر ينافس بيه السنين اللي جايه ويقدر يحرز بطولة الدوري العام القطري في خلال السنين اللي جايه، عشان خاطر الجماهير بتاعته ضغط عليه لانه بقاله فتره كبيره جدا ما بيحرزش بطوله الدوري. فقدم عرض لاحمد سيد زيزو. العروض دي على طاوله مجلس اداره نادي الزمالك. اللي يقول لك ان مجلس اداره نادي الزمالك قافل الباب وما بيناقش العروض، انا اسف مش عايز اقول ان هو كذاب، ولكن بيضلل جماهير نادي الزمالك. لان على ارض الواقع مجلس اداره نادي الزمالك ما عندوش حلول تانية. الازمات تراكمت على مجلس اداره نادي الزمالك، اللي خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، اللي ملوش اي علاقه ولا ليه اي ذنب فيما يمر به نادي الزمالك خلال الفتره دي. انت عندك ازمات قيد، عندك عقود لاعبين، عندك فلوس لاعبين متاخره، عندك الوقف بتاع القيد عايز تفكه، عندك مشكله باتشيكو، عندك القسط بتاع خالد بوطيب بتدفع رقم تقريبا لخالد بوطيب كل شهر او فترات متباعده زي ما اتفقوا مع خالد بوطيب. عندك كمان ابراهيم نضاي اللي رفع النهارده قضيه على نادي الزمالك بيطالب فيها ب1.5 مليون دولار لوحده. يعني نادي الزمالك مطلوب منه ما يقرب من 300-400 مليون جنيه عشان يحل مشاكله. ده غير كمان ان هو مطالب ان هو يعمل صفقات جديده في الميركاتو الصيفي ده عشان يقدر ينافس على البطولات، انا اسف، على البطولات اللي جايه. لان خلي بالك انت عندك يوم 27 بطوله السوبر الافريقي قدام النادي الاهلي. هل هتواجه النادي الاهلي بالناشئين واللعيبه اللي باقي عندك من اللعيبه الكبار بعد رحيل اوباما البيراميدز، بعد رحيل محمد عواد، بعد ما انت ما توصلتش معاهم لحلول او لاتفاقات؟
ما اعتقدش. فخلينا يا جماعه ننزل على ارض الواقع. انت تتمنى حاجه ولكن الواقع شيء تاني خالص. انت بتتمنى شيء، وطبعا كل واحد بيتمنى لفريقه ان يستمر بالنجوم بتاعته وان الفريق ما يتفرغش، زي ما مرتضى منصور فرغ الفريق نادي الزمالك، وهو اللي وصل نادي الزمالك للوضع ده. عشان ما نتحملش على مجلس اداره نادي الزمالك بمنتهى الامانه. نادي الزمالك الحالي شايل تركه تقيله جدا جدا جدا، وللاسف ما عندوش حلول. كل الحلول اللي عنده خزينه ممدوح عباس وخزينه الدوله اللي بتساعده بشتى الطرق. رفعت عنه بعض المديونيات، قسطت له بعض المديونيات، ادت له بعض القروض، ولكن في الاخر المشاكل بتتزايد، المشاكل بتتراكم، المبالغ بتعلى. غير كمان ان انت عندك التزامات مع اللعيبه الحاليه مش قادر تسددها. لما نيجي نقول ان اللعيبه ممتنعه عن نزول الملعب للتمرين عشان خاطر مستحقاتهم، الناس بتطلع تكذبنا وتقول لك انتوا عايزين تعملوا ازمات في نادي الزمالك وخلاص. اطلاقا والله. احنا بنتكلم وبنحط الصوره كامله قدام الناس وقدام الجماهير، عشان الجماهير، انا شايف ان جماهير نادي الزمالك بيضحك عليهم من بعض الناس اللي لا يهمهم، ما يهمهمش اصلا مصلحه نادي الزمالك ولا مصلحه جماهير نادي الزمالك. كل اللي يهمهم المشاهدات والترند وان هم يبقوا موجودين على الساحه الاعلاميه فقط لا غير. ففكر بعقلك في موضوع زيزو وشوف هتلاقي ان مصلحه نادي الزمالك بيع زيزو. خلي بالك انا ما بقولكش كده عشان مصلحه النادي الاهلي، ولا تتخيل ان انا بتمنى ان النادي الزمالك يكون ضعيف اطلاقا. انا يمكن قلت قبل كده بعض الصحفيين، او يمكن في صحفي طلع قال لك انا بتمنى ان نادي الزمالك ما يحلش مشاكله، وبتمنى ان نادي الزمالك يستمر بهذا الحال، واتمنى ان نادي الزمالك زيزو ما يمشيش وما يشتريش لعيبه لا، انا مش مع الراي ده خالص، بالعكس. لان انا قلت لك قبل كده نادي الزمالك طول ما هو قوي وفي فرق قويه زي المصري الاسماعيلي والاتحاد، وتبقى فرق قويه في الدوري وبيراميدز كمان، هتلاقي البطوله قويه، هتلاقي في منافسه مع النادي الاهلي. وقلت لك عن نفسي كاهلاوي انا احب اخد البطوله وهي قويه وفي تنافس. ما احبش ان انا اخد البطوله زي الدوري السنه دي بثلاث اربع ماتشات قبل البطوله ما تنتهي بثلاث اربع ماتشات. لا، انا اتمنى ان نادي الزمالك يكون في افضل حالاته، وان يكون قوي، وان يكون عنده لعيبه على مستوى عالي جدا، عشان لما اخد منك بطوله بيبقى البطوله ليها طعم تاني وانت قوي. لكن وانت ضعيف انا ما احسش بالبطوله دي، انا ما احسش بالبطوله دي. لان الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي طول عمره قوي، حتى وهو ضعيف بيعرف يقف على رجليه وبيعرف ينافس، وبيقدر ان هو حتى ينافس للرمق الاخير زي ما بنقول، لو حتى مش هنقدر نحصل على البطوله. لكن نادي الزمالك لا، نادي الزمالك غير. نادي الزمالك بيحصل عنده يعني زي ما بنقول كده انهيار، لان تعامل اللعيبه في الازمات غير تعامل لعيبه النادي الاهلي في الازمات مع النادي الاهلي خالص. ولكن ده مش وقت مقارنه، انا مش جاي اقارن، انا جاي اقر لك واقع، جاي احط لك الموضوع قدامك واسيب الحكم لجماهير نادي الزمالك. على صعيد احمد فتوح، ويمكن ده اخر خبر ممكن اقوله لك، احمد فتوح النهارده اتعرض على النيابه للمره الثانيه، وللاسف احمد فتوح اتجدد له 15 يوم على ذمه التحقيقات. طبعا في مرافعات، وفي الدفوع بتاعته او فريق الدفاع بتاعه بيقدم ما يثبت براءة احمد فتوح. ولكن خليني اقول لك بعد استشارة قانونيين ومن ضمنهم سيادة المستشار محمد العثمان، احد القامات اللي موجودين من ضمن المتابعين او اصحاب القناة بتوعنا، كان قال لي رأي قانوني طبعا ان مجرد وجود احمد فتوح مع ناس بتشرب حشيش ده في حد ذاته يدينه. انا مش جاي عشان اقول لك ان انا جاي ادين احمد فتوح او جاي ابرئه، لا، انا بقول لك ان موقف احمد فتوح صعب جدا جدا جدا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يقف جنبه، ونتمنى ان ربنا يفك كربه، ونتمنى ان ربنا يرحم امين الشرطه اللي توفى ويصبر اهله يا رب، وتكون دي اخر الاحزان بالنسبه لهم، وربنا ان شاء الله باذن الله يعوضهم خير. امبارح اتقال ان نادي الزمالك ما وثقش عقد احمد فتوح، وان نادي الزمالك لو احمد فتوح خد حكم كبير نادي الزمالك ممكن يفسخ العقد او يفسخ العلاقه مع احمد فتوح. والله العظيم موضوع احزنني جدا، لان الكلام ده ما ينفعش ان يتقال دلوقتي، الكلام ده ما ينفعش يتقال دلوقتي. احمد فتوح دلوقتي محتاج اللي يقف جنبه ومحتاج اللي يطبطب عليه. احمد فتوح قصر في حق نفسه، احمد فتوح كان عنده استهتار طبعا، ولكن ده مش هيخلينا نذبحه، ده مش هيخلينا نذبحه. ربنا يرحم امين الشرطه ويفك ضيقه احمد فتوح ويفك كربه، وان شاء الله باذن الله كل واحد ياخد حقه. متشكر جدا لحضراتكم، ان شاء الله باذن الله نتقابل في حلقه جديده على قناتكم
صوت الاهلي انتظرونا. سلام عليكم.